هذا رجل طفل بطل قصتنا اسمه سعيد، وهذا سعيد عايش مع أخته صالحة وأخوه صالح. يمكن الأسماء أنا مغيرها لأن الحقيقة أنهم موجودين بعضهم. سعيد كان يدرس وأخوه صالح وصالحة تعبانين عليه يبونه يدرس، والكلام هذا قبل 70 سنة. فيروح للمدرسة ويرجع وياخذ الغنم ويرعى بها، وإذا جاء الليل رجع وأخته تسوي الغداء وأخوه يشتغل في بنيان البيوت، وهكذا عملهم. تعرف على جارتهم بنت جارتهم سعيدة، وصار بينهم محبة على نقا. سعيدة ترعى بالغنم وسعيد يرعى بالغنم، وتعرفوا وصارت تاخذ منه الغنم وترعى بها مع غنمها، وإذا جاء من المدرسة لقى الغنم ما أخذت الحقها في الرعي وكمل ورجع. ما شاء الله. فانتشر الخبر في هذه القرية أن سعيد السعيدة وسعيدة السعيد. يا سلام. محبة صافية وعلى نقا ولا فيها أي غبش. يوم وصل عمر سعيد 13 أو 14 سنة، والأمر يعني محبة عظيمة. ما شاء الله. راجع بالغنم ما لقى سعيدة عند المرعى، لقى الغنم محطوط في الجبل حالها. خذ الغنم ورجع. يوم رجع قابلته أخته صالحة. يا سعيد؟ قال نعم. قالت العلم سلامتك، سعيدة جاء ولد عمها من مكة عسكري مسجل وخطبها من أبوها وملكوها البارح. الله المستعان. الولد ما تتخيلون الشيء اللي صار له، انصدم صدمة عظيمة. هي قالت لا، هي رب اللي يوفق في الزواج هذا. لا حول ولا قوة. فطلع من البيت زعلان وقعد في الجبل يبكي يومين أو 3 من الحزن والضيقة. وكان يبني أحلام ويدرس بجد. وكان بعد 3 أيام راحوا دوروه وجابوه وواسوه، ولكن العرس أقيم، وشاف العرس وشاف محبوبته تذهب إلى زوجها، ولكن بارك لهم حضر العرس. بعدها بيومين أخذ الغنم وراح يرعاها. اليوم الثالث يقول في اليوم الثالث أو الرابع وأنا جالس على الجبل والغنم عندي أشوف زوج سعيد اللي جاء من مكة هذا يمشي وراي. يقول أنا على جبل والغنم ترعى، يقول تفاجأت أنه يمشي قدامي بخطم وراي في جبل ثاني. يقول المفروض يطلع من وراء الجبل ويجيني من الجهة الثانية. يقول لا رجع ولا طلع. سبحان الله. احتريق قعدت نص ساعة، نزلت من الجبل ورحت أشوفه لقيته طايح في مطفى الجبل وميت. يقول استفزعت بالرعيان اللي حولي وقمت أصارخ العالم تعالوا. يوم جو ذبحت اللي ماخذ خطيبتك، اتهموه، اركبت التهمة علي. أنت اللي ذبحته، أنت اللي رميته، أنت اللي. يقول وأنا من خوفي ومن عدم خبرتي ركضت ورحت لأخوي، أخوي كان يبني في بيت أخوي. قال نعم. قلت أنا فلان مات واتهموني بقتله. قال أنت ذبحته؟ قلت والله لا جيته ولا لمسته، ولكني نزلت بشوف وين راح. قال هذه 10 ريال وانحش لين نشوف حل هالمشكلة. أن شافوك إخوانه ولا عيال عمه والله ينحرونك اليوم، يذبحونك. نعم. يقول أنا من الخوف والرعب أخذت 10 ريال وقمت أطلع في الجبال من قرية لقرية، من منطقة لمنطقة، حتى ركبت لي مع رأي سيارة بال10 ريال اللي عندي حتى أوصلني في مكة. يا سلام. وصلت مكة أدور شغل، لقيت لي مطعم في فوال أخدم على الناس بداية قبل قلت لكم 70 سنة. يقول وأنا في المطعم هذا أجيب له فول وأجيب له هذا. أكثر رواد أهل المطعم من المنطقة اللي أنا منها، من أهل الجنوب. فخفت يشوفوني ويعرفوني، فغيرت الوظيفة واستقلت ورحت المطعم في منطقة اسمها الششة في مكة. فيقول يوم جيت الششة يقول لقيت اللي يجون من مكان ثاني، فيقول صرت أخدمهم وعرفوني حوالي 6 شهور 8 شهور. يقول تفاجأت أن 2 يتكلمون وجيتهم قالوا في تسجيل الحكومة السعودية تبحث عن عسكريين يدافعون عن فلسطين ويدورون جنود، واللي يسجل الآن على طول يودونه إلى فلسطين. نعم. قلت والله هذا الزين يا أخ، كيف أقدم؟ قال عندك تابعية؟ قلت لا والله. شلون أطلع التابعية؟ قال تروح للعمدة ويعرف عليك واحد ويختمها العمدة، تروح الأحوال المدنية طلع تابعية تقدم على طول. يقول بديت في التسلسل هذا، رحت للعمدة. قال لي العمدة من يعرف عليك؟ كان عندي زبون فاضل من أهل مكة حبيت راسه وقلت أبغاك تعرف علي عند العمدة. يقول جيت العمدة على مركزه وعلى كرسيه وراه كرتون أنا أعرف أقرأ واكتب. يقول قال لي العمدة من أنت؟ يقول أقرأ الكرتون له مكتوب عليه والد عبد الرحمن محمد الجنوبي. قلت عبد الرحمن محمد الجنوبي اللي مكتوب على الكرتون خلف العمدة. لو التفت شاف الكرتون. قال من يعرف عليك؟ قلت العم فلان. قال أعرف عليه، ويوقع لي ويختم لي العمدة واطلع الأحوال المدنية ويطلعون لي تابعية.
واروح للعسكريه واقدم فيها ويقبلوني ويبتعثوني على الاردن واصير عسكري في الجيش السعودي واشتغل هناك الى ما شاء الله 3 سنوات لا اخذ اجازه، ما ادخل السعوديه، ما ادخل ارجع الدير. فيسالوني ليش ما تاخذ اجازه؟ الناس تاخذ اجازه. فقلت ماني محتاج، ابي اجلس. فتعرفت على ضابط من الكويت عيسى، فجاني المقدم عيسى قال يا عبد الرحمن، قلت نعم. قال ليش ما تجي تلتحق في العسكريه معنا في الكويت؟ قلت انا مرتاح. قال رح معي تجربه ونجاز لك العمل هناك ولا رجع. قلت خلاص. قدمت على اجازه ورحت مع الشيخ عيسى هذا او المقدم عيسى الى الكويت. يقول يوم جيت حطني في اداره اسمها التموين ولها مكيفات ومكان زين وهذا، والله نسيت الاردن والمنطقه اللي كنت اشتغل فيها. يقول يعطوني راتب جزل ويعطوني بطاقه كويتيه واخذ الجنسيه الكويتيه، وصرت مشرف على التموين، اسلم الضباط والعسكر ادواتهم. من يشتغل معي؟ اخ مصري كريم وامراه كويتيه. يقولوا سنه كامله احنا مع بعض. جاني الاخ المصري قال يا اخ عبد الرحمن، قلت نعم. قال انا اشوفك محافظ على الصلاه وفيك خير، والاخت فلانه ليش ما تخطبها وتزوجها؟ قلت والله انا ما في فكري الزواج. قال يا رجال والله انكم لايقين البعض. يا سلام. رحت وخطبتها من ابوها. قال يا ولدي من يعرف عليك؟ قلت الشيخ عيسى المقدم عيسى. رحت المقدم عيسى قال توكل على الله. رحنا لابو البنت هذه وحيده لابوها. قال بشرط اعطيكم شقه في عمارتي تسكنوا معي. يا سلام. قلت يا عمي انا العسكريه معطيني فله وبجيك الويكند انا ويا زوجتي نقعد عندك والايام الفاضيه. نعم. وافق وتزوجته وسكننا في الفله ونجي عند ابو زوجتي. يا سلام. هي وحيد. يقول عذر زوجتي فاتحه محل كوافير ومكياج في الكويت واول من فتحت هي. يقول فقالت لي انا معي شريكه وابغى اطلعها وابغى ادخلك مكانها يا عبد الرحمن. قلت توكلي انا مجمع قروشي وحطيتها معها. وشاءت الاقدار نصير اكبر تجار المكياج والديكورات والادوات النسائيه في الكويت. يا سلام. ويفتح الله علي ونستقيل من الوظيفه عسكرية. ونصير تجار في هذا المجال. يا شاء الله لهم هالقضايا ذي كلها سبحان الله. 3 بنات ولدين من المرأة. واحدة من بناتي سميتها صالحة والولد سميته صالح. منو عليه؟ على الأولى. على اخوه بدأت بدأت المناوشات ان الكويت بتغزى. غريب ما سمى سعيده يا ابو. فلما بدأت المناوشات هذه خاف على نفسه فقام ونقل امواله الى مدينة جدة، وجاء وشرى له عمارة وشرى له عدة عقارات في جدة، والبلد هذا بلد خير. فيقول طلعت انا واسرتي قبل الغزو الغاشم على دولة الكويت باسبوع وسكنت في جدة. ما شاء يقول الله. جاء الغزو راحت اموال اصحابنا وجونا الناس اللي نعرفهم وسكنوا عندي في جدة 7 أو 8 شهور، في العماره. وقمنا بواجبه في العمارة وفي بيوت والخير واجد. الحمد لله. يقول انتهت عملية الغزو ورجعت الكويت ورجعوا الناس، انا جازت لي اجلس في جده. يقول وجب علي الحج، كان موسم حج. قلت لزوجتي ايش رايك نحج؟ قالت توكل على الله. يقول حجينا ويوم جينا يوم عرفه من ادعي له لابوي وامي واخوي واختي. ما شاء الله. يقول قعدت تبكي. رجعت اشتقت لاخواني. ما شاء الله. لا دائما فقد الاخوه وفقد الام وفقد الاب من الامور اللي نعم. يعني لها تاثير ليس بالسهل صحيح. على الانسان، قوية. صحيح. خصوصا من اللي طالع غصب. هذا طالع مرغم صحيح. وليس يعني لا بمال. وشوف اخوه ما شاء الله اعطاه 10 ريال وقال له رح يعني حاول تخفي الى ما نحل المشكله. ما في شك. يقول جيت الجده وقلت لاختي انا لي صديق في الطائف ابغى ازوره. قالت الله يقويك رح. يقول رحت. يقولها لزوجته ها؟ يقولها لزوجته يقوله من؟ يقولها لزوجته. يقول بروح لصديقي في الطائف. نعم. إيه. يقول جيت الطائف وتعديتها ورحت لقريتنا. الله. يقول وقفت السيارة ولا القرية تحتي، هذا الجبل اللي مات فيه فلان وهذا بيت اخوي وهذا بيتنا وهذا، يعني يقول عسيت المنطقة والوادي والمكان اللي ارعى فيه. ذكرياتنا كاملة. عمري الان 60 سنة او 70 سنة يعني. الله. يقول ابكي، لبسي كويتي، سيارتي كويتية، نطرتي لهجتي ما حد يعرف ان ما عرفوه. وقف عندي راعي هايلكس غمرتين شباب ونزل يا مرحبا بالضيف اقلط، هذا شيم اهل الجنوب. يا سلام. اقلط يا ضيف، يا الله يحييك ويا هلا ومرحبا. مرحبا الف. يقول ترحيب كاني ابل. قلت الله يبارك فيك يا ولدي،
بس والله المنطقة هذه أنا أحبها وأذكر فيها شايب هنا ومدري. قال من هو؟ قلت الأخ صالح. قال صالح هذا خالي. قلت نعم خالك؟ صار ذا ولد قال أخته. إيه؟ قلت أنت من أنت ولده؟ قال أنا ولد صالحة. أثر هذا ولد أخته وهذاك أخوه. قلت ما شاء الله تبارك. تعرف العم الخال صالح؟ قلت والله قابلته مرة وأذكره. قال أنت من الخليج؟ أقلط يا رجل خلنت قهوة. قلت والله يا أخي هو صالح ما له أخوه؟ يقول أبغى أعرف الأخبار ما عندي أخبار. قال سعيد. خالي سعيد. قال وينه سعيد خالك؟ قال يا أخي راح وهو صغير ولا ندري عنه. الله اكبر. قال ليش راح؟ قال قتل له رجال ومشى. قال أكيد قاتل رجال مو هو براجع من حاش هذا أكيد بيقص. نعم. قال الرجال ما مات. الله الله. قال اي رجال؟ قال الرجال يطاح في الجبل ما مات. جه سعيد حي. جاء الدفاع المدني وطلعه وراحوا ودوه مستشفى الطايف و8 شهور وشبروه ورجع وتزوجوا عنده عيال. سعيده معاي الى الان. يقول لهم قال الكلام هذا طحت على ركبي. الله. نعم. قاعد تصيح. يقول انت صادق؟ قال والله العظيم هذاك بيته وهذا عياله فلان وفلان. الله. يقول يوم امنت الموضوع كامل قلت له انا خالك سعيد. يقول هو يخبني. ما يحتاج. يقول وانا القطه. يقول ما تدري انا من يده فيه. يا سلام. قلت ابغى اشوف اخواني. الله أكبر. قال شافتك اختك ماتت. اختك ما تدري اللي فيك امي. ما تدري انت حي انت ميت ايش صار عليك. قال انا طالبك توديني له. يقول يقرب الوريت واركب معه والله يا الله تقلني رجولي اللي اركب السياره. ركبت معه وداني بيت صالحة. امه. يوم دخلت قال بقول لها ضيف لين الامور تهدى شوي. يقول واقلط واقعد واصيح حاط غترتي على وجهي فرحان والشعور ما تدرون عنه يا اخوان. أكيد. هو بين فرح وحزن واستغراب ودهشه وكلها مجتمع عليه. اقبلت قال يما رحبي بالضيف من الخليج جاينا ضيف. قامت وعلى جلالها المراه الكريمه يا هلا بالضيف يا هلا الله يحييك مرحبك. قال ابي ارد. قالت ضيفك ليش ما يرد يا سعيد يا ولدي؟ قال هذا اخوش سعيد. صفقها صح. يقول يوم قالها يقول وهي تصل عمرها علي بين صياح وبين فرح وبين تغاريط وبين حكم. يقول تخمني سبحان الله. يقول اقعد عند رجولها هي تقعد عند رجولي. يعني جميع المناظر والايحاءات اللي انت تتخيلها موجوده في هالمشهد هذا. مشهد يا اخوان ما حد يصف. يقول اخمها وتخمني ابي صالح. يقول ابي صالح خيته. قالت صالح يفكر فيك. مشينا لصالح. يقول رحنا لصالح اثرى على مغازل من كبره عنده درج. ابشر باخوك يبشرونه. قالوا ينزل فرحان في الشارع ويخمني واختي تخمني وانا وياهم. يقولوا فرح وضحك وحزن وكجميع الاشياء اللي تتخيلها. لا اله الا الله. شاعر عجيب. يقول الحمد والشكر لله يا رب لك الحمد لله. اجتمعنا بعد طول فراق. يقولوا واخبار 10 ايام ما ننام ما غير نضحك ونسولف واعلمهم عيالي وش انا وش انت وش صار وين رحت وما بقى مكان ما دورناك ما بقى ثلاجه ما فتحناها في حج في غيره ما ندري وينك فيه. اعلنا في كل مكان. هي يا اخوي 60 سنه وادم والرجال ما قال. حتى الرجال طلع قال والله انه بريء مني واني اشوفه على الجبل بس انا زلت رجلي وطحت والله ما له دخل فيني. سبحان الله. واسمع الرعيان فوق يوم قالوا انك انت ذابحه بس ما انا اون ما اقدر. قلت الحمد لله على كل حال. خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها صح. ابيكم تروحون معي لعيالي اعرفكم فيهم انا. قال الله يحييك. يقولوا يركبون سياراتهم يطلعون على الطائف ينزلون على جده ولا القصر الزين والبيت الزين. يقول انتظروا. قلطهم في المجلس ونادى زوجته يا فلانه. قالت نعم. قال العلم سلامتك انا فلان بن فلان الفلان واصلي فلان بن فلان الفلاني وهذه الاخوان اختي صالحه واخوي صالح اللي ربوني وتعبوا علي والقصه 1 2 3. توني احكي لزوجتي القصه كامله. قالت والله يا عبد الرحمن اني ادري انك ولد عرب وانك ولد رجال ولكن ما حبيت افتح الموضوع معك طوال زواجي لانه ياثر فيك ولكني داري انك ما انت مقطوع من الشجره مثل ما قلت. الله اكبر. يقول فسبحان الله يعني ادخلت وسلمت على اخواني وجو عيالها وعلمناهم عيالي وبلغتهم كل لم عمه وصارت يعني سبحان الله. وشريت لي ارض في الديره واقمت فيها ورجعوا الجماعه وسوينا احتفالات. يا سلام. والحمد والشكر لله. والله اعلم ان الرجل موجود. سلامتكم. واعتذر لاهل القصه كاني اخطيت في شيء ولكن مضمونها قلت لكم علشان نستفيد. وسلامتكم وسلامتكم.